ليه بقوا نجوم الراب سين موجودين كتير قوي دلوقتي في الافلام؟ الجو بقى الورشه بقى اللي بياخدنا ليها، فاهم؟ الشخص وهو ما بينه وما بين نفسه بيكون فاكر ان صوته حلو جدا. برضه نابع من ان انت اعطيته الحاجه دي. ايوه ما انا الريفلكت بتاعك ايوه عليه هو. ايوه دي حقيقه بتحصل على فكره. لا اعرف فيكم سلطان ولا شفت حد يكون زعيم. المهاتما غدا حكيم الجيل وانتم لسه ناشئين. لا كل ولا امل مستغل اسمي احمد مستبد السين. دكتاتوري دارس عقولكم بتقل دارس بس ما بين راسين. عندي انفصام احمد وسين، سين سائل وثابت ومطلوب. احمد رايق كده زي ابوه، شاب كول شوفني في اي مود وانا موجود. فاخد لك لقطه على المكشوف بس هو وشوش وعلى المظبوط. قدر جه وبكره تشوف اسمي براند مش رتوش. سبتها وشفت غيرها سقطاه، اعلاميا جامد كده حب الشويله مش معضله. قدام الكاميرا بان مذهلا مجاريح وعارف كده. ستايلي جامد زي بيك اب حكيم جدا مانديلا. عندي عرض فنزويلا عندي عرض كده كده. فخد لك لقطه كده نيجا. تفتكر يلا تفتكر يلا ما تفتكرها. طالب هتمول السنساء مجالها ومش بعيلها. بدار اخويا المارد اللي بديع عشان خدجلها. فاير راوند برايم مود عين الشمس زميلي ما نعدوش. قدر جايه فاكله وحوش خوجه في ايدي بتبقى عود. او جربتها كان رزوق لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. خد لازميلي لقطة. لحظة لقطة شايفك محروم من إشارة. لحظة لقطة خد لازميلي لقطة. لحظة لقطة طول الحلقة دماغي رايقة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. في البلد حصل. نسهروا بالليل في اي حته، نروح مش عارف فين، انزل اقعد مع اصحابي على القهوه وانا منقطع تماما عن النت. فاهم؟ ما بفتحش نت، لان لو فتحت نت اغلب الشغل بتاعي زي ما بقول لك بره مصر، فهلاقي الناس كلها ايه بتتكلم كده. وبيجي عليا وقت طبعا ببقى مجبر برغم من الضغوط اللي انت فيها في حياتك ان انت لا انا لازم اخش واقفل الشغل، انا معايا شغل لازم يخلص. طبعا بتبقى بتقفله بخلاف طبعا انت لو انت رايق بيبقى الفيجن مختلف تماما. يعني الفيجن هنا تبقى خلينا نقول لو اتقفل اكيد مش هتعمل حاجه وحشه، لان هو راح جه هو اسمك فانت ما وصلتش لابس سائل، فمش هتتعامل معاه باستهتار. مش هتتعامل معاه باستهتار، بس تتعامل معاه ان انت عايز تخلص. بالظبط. يعني برضو في حته ان انت خلاص انا تمام يلا، ولا هيطلع ولا لا. بص زمان كنت ممكن اخش في خلاف كبير قوي مع الارتست ان انا ببقى عايز اعدل و عشان الموضوع. دلوقتي انا غير كده. الارتست عاجبك الموضوع تمام، ده جامد ومش عارف ايه، رندر عايز تعمل اي حاجه، عايز تضيف اي تعديلات، لا تمام قوي كده مارد، بروح ترك داخل مرندر. وببقى طايق طبعا، يعني ببقى طايق وقتها نفسي بالعافيه، لان انا برضو عندي حته اللي هو ايه، عاوز اقول انا طبعا، بس فكره ان انا مش بحب ابقى، لا انا لسه شايف ان كنت ممكن اعمل حاجات تانية بس هو اللي مش مديني مساحتي. دايما هتحس ان في حته اللي هو لا زي ما كنا بنقول من شويه الاحسن، لا هي مش فكره الاحسن، هو فكره ان انت كل ما خدت وقت كل ما هتطلع الموضوع اجمد، بس انت مرتبط بهنا بايه؟ بمواعيد، عشان البادجت، وعشان ودماغ الناس اللي شغاله معاك برضه. بس هي النقطه برضه بتقف عندي، نقطه ان مش هبقى فاهم الارتست. حتى خلينا نقول ان هو فاهم، انت داخل لك ارتست فاهم من A to Z خلاص تمام، هو فاهم كل حاجه تمام، بس برضه هو داخل يحكم رايه. ما انا جاي للشخص دوت خلاص سلم هنا، خد اللي عنده كله. شبه ما احمد قال، انا بقعد بسمع او بشتري كتير باكتر ما بدي، خلاص اشتري منه للاخر. ولد اللي يطلع من هنا وهو اوريدي يعجبك. ما ده انا بعمل كده، فاهمني؟ انا عن نفسي انا كمارد بعمل كده، مش عندك انت كمارد، لا هو عند الارتست اللي شغال معاك اوريدي، اللي هو داخل انا عايز 1 2 3. فاهمني؟ فاهمك. هي النقطه دي اللي انا مش فاهمها. ما هو ممكن بقى الارتست لما يجي لي، يعني في ناس بتجي لي بيبقى هو عايز 1 2 3 بس الواحد 2 3 اللي هو طالبهم دول ما ينفعوش معاه. فهنا بعمل ايه بقى؟ بريح دماغي،
بروح عامل له 1 2 3 وبقول له في بدايه قبل ما بنشتغل بقول له خلي بالك احنا هنيجي في الاخر وهتلاقي ان كلامي صح. حقيقة. خلاص بتاعتك. بنفذ له. مم. الاقيه في الاخر مصدوم بنفسه اقول له بص بقى انا كنت عايز اخدك فين، تعالى بقى ده كذا 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 إيه؟ وخش أنت وخش مش وخش قول لا هنا انا بكسر حته ايه، بكسر شوكه التحكم. مم. تمام. تمام. بعرفه مستوى احترافيته فين. ما انت لو عرفت مستوى احترافيتك مم. هتزيد شويه، بعد كده هتزيد اكتر، بعد كده هتزيد اكتر، بعد كده هتزيد اكتر، بعد كده هتزيد اكتر لحد ما يبقى عندك حاجه اسمها ايه، فيجن، رؤيه فنيه بقى. بقى ليك رؤيه فنيه خاصه بيك بتشكلها انت وبترسمها زي ما انت عايز ترسم. حقيقة. لان الفنان ما بيكونش هو محضر عايز يرسم ايه، هو بيجي قدام حاجه معينه هتلاقيه بيرسم كده حاجه في خياله كده، هو جايبها من وحي خياله. ده الفيجن بقى اللي هنا اللي محدش بيشوفه، محدش بيشوف جوه دماغك ايه. طب انا في عندي سؤال. اتفضل. في لحظه كده انا تخيلت حاجه عايز اعرف رايك انت فيها او تنفيذك ليها يبقى ازاي. اتفضل. لو قلنا ان مثلا بيتر ميمي بيخرج دلوقتي فيلم اسمه مشروع اكس، تمام. كريم عبد العزيز، اياد نصار، تمام. فيلم هينزل هيبقى جامد في السوق يعني. بامر الله. تمام. لو طلب منك الموسيقى التصويريه دي هتبدا منين؟ او هتعمل ايه؟ او اساسا بص. هتقبل بروجكت كده ولا لا؟ بص عموما حكم المجال اللي انا اشتغلت فيه اللي كمارد اشتغل فيه خلاني وزعت كل انواع المزيكا على مستوى العالم. حلو. وغير كده اشتغلت مع ناس كتيره بره مصر وجوه مصر. بس حته الموسيقى التصويريه للافلام او للبرامج او لكده انت هنا بتشيل كل النجوم اللي موجوده واعتمادك كليا وجزئيا على المشاهد اللي انت شايفها. تمام. هنا انت بتتعامل بقى ايه، ان انت مش مشاهد، لا انت بتتعامل ان انت الحدث ذات نفسه. فالحدث ده محتاج ايه عشان تحاول تقنع المشاهد. انت خدت بالك اللي يقول لك انا لازم احط نفسي مكان المستمع، ده انت لما تكون موزع وبتوزع اغنيه وعايز تحط نفسك مكان المستمع اذا كان هيتقبل ده ولا لا. لكن في الموسيقى التصويريه بتاعت الافلام انت بتحط نفسك مكان الحدث، المفروض ده كان يحصل ايه وقتها، عشان انت هنا انت الجرنشه. هو طبق حلو قوي بس ناقصه الجرنشه بقى. فالموسيقى التصويريه هي الجرنشه بتاعت الموضوع كتوتال. عادي الحدث يتكلم. انا عادي ممكن اقبل بحاجه زي كده، ما عنديش اي مشكله. بس انا عموما كمارد لما بحس ان الشخص اللي قدامي هيجيب لي وجع دماغ برفض برفض الشغل ده. ومش كل مهما كان البادجت عالي. بص عايز اقول لك انا ممكن ابقى في احتياج للبادجت ده واحمد يفوجئ يقول لي طب انت ليه ما قبلتش الشغل ده؟ اقول له لا لا هي ناقصه وجع دماغ، ياخد الشغل بتاعه يمشي. ياخد الشغل بتاعه يمشي. عشان كده ما بحبش اشتغل غير مع قليل قوي لما بقتنع بحد اشتغل معاه. انا اقولها لك في وشك اهو. تمام. والله العظيم مش بقصد اي حاجه وحشه، انا بحسدك على السلام النفسي. ايوه صاحبي. بحسدك على كم السلام النفسي. عايز اقول لك بص في ناس بتتغر، يعني انا اتبسطت قوي لما اكتشفت ان في ناس بتتغر ان هي عملت معايا شغل، بمعنى ان هو بيقعد مع فلان يقول له عارف فلان الفلاني، يقول له يقول له انا رحت عملت عنده شغل. ازاي ده ما بيشتغلش مع حد في مصر وما بيقعدش مع اي حد وصحابه على معدودين على قد الايد، انت ازاي رحت قعدت معاه؟ دي في حد ذاتها ان هو يقعد مع الناس يقول انا قعدت مع فلان الفلاني اللي هو ما بيقعدش مع حد، ما بيشتغلش مع اي حد وخلاص، وانا رحت عملت معاه شغل. دي في حد ذاتها ان هو يتفاخر بيها قدام الناس، ده مكسب ليك جدا جدا بجد. انت فاهم؟ السلام النفسي ده بيجي من النضج، ان انت بقى عندك نضج كافي بتقرا المشاهد كلها حوالين منك صح. نخش لاحمد سؤال كمان قبل ما نختم. يلا بينا. لابسين دلوقتي من الناس اللي شغاله فيه او من الناس الاسامي الهيت اللي فيه شايفين اتجاه للتمثيل. تمام. من مروان، من عفروتو، من كل رابسين. كل رابسين. حلو. انت شايف ده بانطباع احمد الشخصي ايه؟ ان انت شايف رابر ملوش اي علاقه بالتمثيل، ما درسش تمثيل، تمام، او حتى ما كانش باين له اي موهبه من مواهب التمثيل، تمام، بقى في المجال. هقول لك انا عندي وجهه نظر مختلفه شويه في الموضوع ده. انا شايف اصلا ان انت كرابر بتمثل في تراكك، يعني انت كل تراك بكاركتر شكل، بشخصيه شكل، فده مش هيناقض فكره ان انت بعد كده اوريدي تبقى قدام كاميرا وتبقى بتمثل فعلا بقى. ف يعني عندك مثلا كل واحد من الرابرز بقى من اشهر الناس في الموضوع ده ابي يوسف. ابي يوسف بيطلع في كل تراك بحاله، كل تراك بكاركتر، كل تراك بشخصيه. لو سمحت ما تحطوش في وجه مقارنه مع اي حد في راب. لا انا بدي مثال مش بحط مقارنه عشان انا اختلف في حته ثانيه. ايوه ده في حته ثانيه. ابي يوسف لحد دلوقتي
مش لاقي له كاركتر امسكه يعني، فاهم انت؟ في سيبك من بعيد عن لان التمثيل. هو ما هي دي الفكرة. اكتر حد ريل أيوة. وحقيقي، اكتر حد ريل وحقيقي، باختلاف الاسامي اللي هو عملها لنفسه، باختلاف بالظبط. الاغاني اللي هو غناها، هو ريل وحقيقي في كل اغنيه غناها. تمام. اقول لك على حاجه، ان في ميكس اتعمل في استوديو ريد بول لو انا مش غلطان، مم. كان ابي يوسف ومدحت مدحت صالح. صالح اه اللي ملحن الاغنيه دي. علي مصطفى ده صديق شخصي ليا، يعني انا وهو صحاب جدا. اللي ملحن لمدحت صالح التراك ده صديق شخصي ليا اصلا. واضح يا جماعه ان الموضوع صعب عليا انا هنا في الحلقه. اثر عليا أنا. بص، اللي شدني في الموضوع في الحلقه ديت بالذات في ابي يوسف، هو على طبيعته بطريقه اوفر، اللي هو بمجرد ما شاف مدحت صالح وهو بيك فان لمدحت صالح، هو الناس ان هو ما بيوسف الناس ان مثلش. هو بالظبط. ده جرى هو ما وانا بحب مثلش. حضرتك هو ما مثلش، هو حتى حقيقي عنده التراك كلام نفسه، بالظبط. حتى في التراك مش نفسه مصطنع. لا، في مرمغه في الارض وفي حاجات والسين ده اتاخد ان هو ميمز وتمثيل برغم ان هو على طبيعته. يعني المشهد ده نفسه اتاخد ان هو على ميمز وكوميكس هي لو اتاخدت بقصد تمثيل هي صايعه فشخ، ولو جدا اتاخدت بقصد ان هي طبيعته هي اصيع جدا. ان انت مع اللي انت بتقوله موضوع الاغنيه ده الصح بقى. ايوه ده الصح اللي لازم الناس تعرفه، أه. اللي هو انت لما تكون على حقيقتك بثقافتك وبنضجك حقيقي. عشان كده كل لما الناس تكون الاولد مصطنع سكول بثقافتك وبنضجك هتكون فاشل. حقيقي دي حاجه حقيقي. لما تكون على حقيقتك وتضيف عليهم ثقافه ونضج هتكون جامد. لما تكون مصطنع وتضيف عليهم ثقافه ونضج هتكون فاشل. حقيقي. انت شخص مش لو حاجه مع اصطناع. انت شخص حاطط نفسك في المنطقه اللو، يعني حتى مش في الميد لو او في الميد، لا انت حاطط نفسك في اللو سب بيز. لو جات الفرصه ان انت تبقى او مارد كمان، إن يجي وقت خلاص احنا عايزينك في عمل فلان تمثيل ببادجت عالي جدا، تمام. ومش هنتكلم في بادجت بس، لان مارد لسه قايل دلوقتي هو مش مهتم بالبادجت على قد راحه باله، فتمام مش هلعب معاك على البلان ديت. أيوة، انا هاجي لك في نقطه الف لك عندي النقطه دي على فكره، يعني انا ما بعتمدش حقيقة. يعني. ودي الحاجه الوحيده اللي خلتني ما اشتغلش لحد دلوقتي مع اي ميجا ستار من في مجال الاغاني. لما حسيت ان انا لازم اعمل كومبوهات واشتغل مع شعراء ومع ملحنين عشان اعمل اغنيه الفلاني ولا اغنيه العلاني. لا 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 لا، انا هشتغل مع ارتست بره مصر يا جدعان. مش عايز شغل هنا. لا راحت البال. ايوه احسن والله ما بهزرش. اريح. فلو قلنا ان انت معروض عليك فرصه كويسه في العمل الفني، هتمثل بس تمام مع كاست حلو، مع مخرج كويس جدا، والجو هيبقى كويس تمام، وبادجت حلو تمام. رأيي الشخصي هتاخد التجربه ديت وتكمل فيها ولا لا؟ ما باخدش حاجه او ما بدخلش في حاجه غير لما بحسبها. لا انا كمان تمام. انا هشوف اولا الدور ده هيناسب حياتي الطبيعيه ولا لا. تمام. عشان الفلوس امثل اي حاجه او اروح في اي حاجه. لان حياتي هتنطبع للناس وثقافتي هتنطبع للناس من اللي انا هعمل. بالظبط. صح ولا لا؟ تمام. انا في حياتي اكيد مش صايع، حياتي اكيد مش كذا مش كذا مش كذا مش وساعتها انت كمان هيبقى عندك جمهور حابب ان هو يشوفك بشكل معين، فانت شايف ده هيناسب ولا لا. حلو طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه هشوف الناس اللي انا طالع معاها دول هل انا فعلا بحبهم ولا هحاول اصطنع الحب عشان هبقى شغال معاهم. لان لو هصطنع الحب يبقى بلاها القعده احسن. لان ما انا في حياتي العاديه ما بحبش اقعد مع حد انا مش بيجي معايا، مش جاي معايا سكه، او انا مش متقبله. هو انا ما بكرهش حد، بس انا مش متقبل فلان الفلاني ليه اقعد معاه. صح. دي نقطه. دول اهم حاجتين هيحكموني انا هعمل ايه. مش ان انا طالع وخلاص عشان الناس طالع مع ناس مشهوره فنطلع وخلاص يلا يا باشا دي فرصه ما تتعوضش. لا يا عم. قدام شويه هيبقى عندي اولاد هيشوفوني، دي حاجه هتتسجل للتاريخ. فقدام شويه هيبقى عندي اولاد، عندي احفاد، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، ما يتعايروش بيا. والله بصوا على اللي هو قاله، كمل لك كلامك، بس ممكن ساعتها برضو يجي الاوفر نفسه يبقى محترم. الاوفر يعني انا مش بقول لك ان انا هوافق، لك معاك بادجت من ناحيه الاوفر، هو اوفر الاوفر مريح ومحترم، يعني مريح ليا انا هلاقي نفسي فيه زي ما برضو مارد قال، هلاقي نفسي فيه قبل اي حاجه. والحاجه اللي انا هبقى فيها دي
مش هبقى بس انا ايه بعمل حاجه بعدين، لا زي ما مارد برضو بيقول، الفكره ان انا ايه هبقى متشاف بعد كده بيها. فانا ايه اللي هيناسب مع الفان بيز اللي معايا، هل ده اصلا هيطلعني بشكل ازاي، النتيجه بتاع يعني انا هبقى باصص لبعدين مش تحت رجلي. اشوف بادجت مثلا خلاص فالدنيا حلوه، اشوف عمل حلو فخلاص الدنيا حلوه، لا طب ما ابص لبعدين النتيجه فين. النتيجه مثلا هتبقى سلبيه ايجابيه، ولا هبقى رايح في انهي سكه. لان انا ممكن انتقد انتقد فاهم. الفلوس مش فلوس اداه وسيله تستخدم، وسيله تستخدم ان انت شبه نظام المقايضه، بس بدل ما تقايض شخص بشيء وشيء فبتدي له ثمن الشيء ده وتريح دماغك. تمام. فانت ما تاخدش من الفلوس ده الهيد بتاعي. انت فاهم قصدي؟ ده الهيد بتاعي. الاغلب دلوقتي بقى بيتعامل ان هو منتج، فاهم، انت منتج فانت ماشي عايز فلوس من اي حته، فمبدا الفلوس بقى هو يجي لك. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ده كان اخر جزء من الحلقه، وحابب اقدم شكر كبير جدا لمارد ويف، زياد مارد واحمد سين على وقتهم، على مجهودهم، على ان هم اتعاملوا مع شخص هم لسه ما يعرفوش. فانا بجد شفت منهم دعم، شفت منهم ترحيب، شفت منهم مجهود ان هم يطلعوا معايا الفكره ديت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان هي كانت حد يكون استفاد. اتمنى ان حد يكون استفاد بحاجه من الفكره ديت، او حد يكون طلع بمعلومه جديده تغير له حاجه في المجال دوت. فانا حابب اشكرهم جدا جدا جدا، ده اولا. ثانيا حابب اشكرهم بشكل مضاعف وبشكل كبير جدا على التراك بجد جامد جدا، تراك جامد قوي. انا واحد من الناس اتبسطت جدا بيه، ومش انا لوحدي على فكره، في ناس كتير قوي من صحابي التراك معلق معاهم. يعني انا سمعت بنفسي حد بيقول لي ان التراك علق في ودني. تمام. فدي ان دلت على شيء فانما تدل على ان التراك اتعمل بشكل حلو جدا. فانا بشكرهم تاني لوقتهم، بشكرهم المجهود ده، لان هم ما كانش مطالب منهم دوت، هم دوت عملوه عشان خاطر بس يدعموا علي. فدي حاجه تتقدر وتحط فوق الراس. ويا رب يا رب يا رب يجمعنا شغل تاني كتير جدا. وعلى المستوى الشخصي انا فخور ومبسوط ان انا عرفت ناس زي ديت في حياتي، واتمنى انهم يفضلوا مكملين. فشكرا جدا 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 ليكم. الوقت بتاع الحلقه للاسف ما سمحنيش ان انا اشكركم في وجودكم، فانا لازم اشكركم في غيابكم. فشكرا جدا ليكم، انبسطت معاكم جدا بالحلقه ديت يا شباب، واتمنى ان احنا نكررها باي شكل كان قدام. ده بالنسبه لزياد مارد وبالنسبه لاحمد سين. بالنسبه لكم انتوا اخواتي، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. تمام. ما تنساش رايك في الحلقه، ولو انت متابع كل الحلقات ما تنساش رايك كل حلقه في كومنت، مهتم جدا بيه. ما تنساش تعمل لي لايك، سبسكرايب، شير. وبننزل حلقتين في الاسبوع، حلقه كل اثنين وحلقه كل خميس الساعه 9. وبقول لك ايه، خد لك لقطه. سلام. لقطة أيوة زميلي خد لك لقطة، طفرة في جيلي أيوة أنا فلتة. لقطة أيوة زميلي خد لك لقطة، في الحلقة أيوة فاكك أنا الشفرة.